في بنت طلعت مع التيك توكر شاكر وقالت إنها عاشت في مصحة نفسية 4 شهور، بس مش عشان تتعالج، علشان تتعذب. قالت إنها شافت بعينيها بنات وستات في المصحة بيتضربوا، بيتكلبشوا، بيتشتموا، بيتصعقوا بالكهرباء، وفي ناس ماتت من غير ما حد يسأل عنهم. بتقول إن إحنا كنا بنخاف ننام، بس مش من المرض، كانوا بيخافوا يناموا من الناس اللي جوه المستشفى اللي المفروض إنهم بيعالجوهم. قالت كمان إن المرضى بيتحطوا مع بعض من غير أي تصنيف، يعني ممكن مريض خطير جدا يكون مع مريض عادي، وفي مريضة خطرة اتهجمت على بنت منهم وكانت هتموتها. هي البنت نفسها اتشخصت إن هي بوردر لاين، وقالوا لها إن انت خطر على اللي حواليكي، لكنها شافت تعذيب كتير وطلعت اتكلمت عشان تنفع غيرها. الأخطر من كده إن قرار دخول المصحة ساعات بيكون في إيد الأهل بس، وده ممكن يستغل كأداة قمع مش وسيلة علاج. يعني لو في حد من أهلك قرر إن هو يحرمك من ورثك أو يبعدك أو يأذيك، زوج متضايق من زوجته بيعاقبها أيا كان السبب، بسهولة جدا يدخلهم مصحة نفسية. ولو المصحة نفسها مش أمينة يبقى النتيجة كارثية، يبقى المريض ده في سجن أو في خطر أو في قبر. واحنا بنناشد يكون في لجنة محايدة مستقلة من الدولة تشوف الحالة بنفسها، حتى لو المصحة النفسية دي مصحة نفسية خاصة، وتراقب اللي بيحصل جوه بشكل حقيقي. في الوضع ده الدكاترة والممرضات اللي عنيفين المؤذيين هم اللي محتاجين علاج، ومحتاجين نعرف على أي أساس بيتم اختيار الدكاترة وبيتم اختيار الممرضات. احنا مش ضد المصحات، لكن احنا ضد الظلم اللي بيحصل فيها، اللي المفروض العلاج يكون على ايدين ناس رحيمة. اللي حصل مع البنت دي مش بس بيحصل في بلد معينة، ده بيحصل في كل البلاد ومن زمان جدا. في صحفية أمريكية اسمها نيلي دخلت مصحة اسمها بلاكويل سنة 1887 واتنكرت كمريضة، وقضت هناك 10 أيام وكتبت كتاب اسمه 10 أيام في بيت المجانين. بسبب كلامها وإيجابيتها زي البنت دي، هي راحت المحكمة وحكت على اللي حصل، وبسبب كلامها اتغير طاقم الدكاترة والممرضات واتفتحت ملفات الصحة النفسية في أمريكا. يعني التغيير ممكن لو في حد عنده شجاعة الكلام. عايزة أكلمكم عن دور المجتمع للمريض النفسي بعد خروجه من المصحة النفسية. البنت قالت إنها خرجت من المصحة النفسية ومع أول خناقة ليها مع أي حد من أصحابها يعايروها، وكأن المرض النفسي جريمة مش ابتلاء ولا تجربة محتاجة دعم. دور المجتمع الاحتواء. المريض النفسي محتاج دعم، محتاج كلمة طيبة مش نظرة دونية.